السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير يا رب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. زي ما تعودنا قبل اي فيديو نترحم على والدي ووالدتي وعلى اموات المسلمين اجمعين. ربنا يا رب يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه ويصبرنا يا رب على فراقهم. امين يا رب العالمين. تعالوا بقى اخوكم بقى ايه، نعمل روتين في المطبخ كده، اوريكم شكل المطبخ بقيت عامل ازاي. بصوا انا يعني ببقى سايبه الدنيا زي الفل، بس بلاقي فجاه كده الاقي المواعين دي جت من اي حته، فاهمني؟ مواعين بقى سحور مع ازايز مع مش عارفه مين، ببقى مخليه المطبخ ده زي الفل. تعالوا بقى اخدكم من بدايه اليوم كده ومن بدايتها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله. النهارده الفيديو بتاعنا ايه؟ النهارده بتاعنا الفيديو بتاعنا روتين، اوريكم شكل المطبخ قبل وبعد، وهنشوف الحاجه اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده ايه للفطار. خليكم معايا. بصوا بقى ما تتخضوش. بصي ده شكل الرخامه. بصوا بصوا، شايفين؟ بصوا شكلها عامل ازاي. اه شايفين الشكل؟ ملهاش حل، يقفل النفس كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ طب ايه ده؟ بصي ده كان طالعه من التلاجة من بالليل، ده يترمي خلاص. وبصوا المواعين قد ايه في الحوض. احنا هنعمل مع بعض ايه، مطلعه جلاش من الفريزر بس يفك، ومطلعه اللحمه بتاعتي كنت معصجاها وحطاها في الفريزر تفك. بس هتفك دلوقتي ونعملها. ومطلعه ايه، كيس فراوله من اللي احنا فرزناها مع بعض عشان ايه، نعمل عصير. كل ده بصوا شكل المطبخ. شايفين شكل المطبخ عامل ازاي؟ كل ده عايز يتنضف. هنضفه دلوقتي ونقف بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنقف بقى نعمل الجلاش بتاعنا ونشوف هنعمل ايه تاني جنبه، ونشوف نعمل شويه بطاطس حاجه كده، يعني حاجات سهله تمام جنب الاكل بتاع امبارح. طيب يلا بقى ايه، نظبط المطبخ. بصوا المواعين هي مش كتير، بس برضك ايه، في مواعين في الحوض. انا مش بحب يبقى في مواعين في الحوض. شايفين المنظر؟ دي صينيه بسبوسه كنت عاملاها لهم. بصوا هنرتب دلوقتي كل ده ونظبطه اهو. شايفين؟ ده روتين بسيط كده، ونشوف بقى ايه اخدكم من بدايه اليوم معايا. نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. نغسل بقى المواعين ونظبط الدنيا اهو. هنلم معاكم بقى كده كل اللي كان على الرخامه ده، بس معلقه كده خفيفه. الطبق هنا في حاجات نحطيه في كده ونروح ايه، نحطه في الحوض ونبتدي بقى نشتغل ونسمي الله كده. نبتدي بقى ايه الشقه بتاع كل يوم. كل يوم في شقه، والله العظيم مفيش حاجه بتخلص. ولسه في غسيل عايز يتنشر، ده لسه بيترمي يعني. نفضي بقى الحاجه اللي عايزه تترمي. ونغسل بقى المواعين بتاعتنا عشان نبدا بقى يومنا. نعمل الحاجه بتاعتنا، نشيل بقى الحاجات اللي ايه عايزين نعملها بتاع ده. دي الفراوله بتاعتنا ودي الجلاش، نركنهم كده هنا على جنب. نخلص المواعين ونبدا بقى نطحن ايه، نطحن الفراوله بتاعتنا. نبدا بقى نعمل الفراوله بتاعتنا. وعايز بقى شكل المطبخ ايه، انتوا شفتوه قبل اوريكم بعد. ونملى الازايز ونظبط الدنيا كده. كده نحط حاجه عشان البيئه بتاعتنا ديت. ولو وصلت لغايه هنا اجبري بخاطر اختك كده بالدعوه الحلوه واللايك الجميل، واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني، وشيري الفيديوهات على قد ما تقدري عشان خاطر الناس كتير واخواتي وولادي وحبايبي يشوفوا الفيديوهات بتاعتي اهو. لمينا بقى الدنيا، لمينا بصوا في ثانيه الا ثانيه كل حاجه اتلمت وبقت ايه في مكانها. خلاص ادي شويه المواعين حبه صغيرين، وهنبدا بقى ايه نغسل المواعين بتاعتنا. نمسح بس الرخامه كده يا رب، كملها بصدرك يا رب. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنغسل بقى المواعين بتاعتنا كده. لما امسح الرخامه خلاص كده الرخامه مبقاش عليها حاجه. هنبتدي بقى دلوقتي نغسل المواعين. نغسلهم مع بعض ولا اغسلهم وارجع لكم تاني؟ اغسل المواعين وارجع لكم تاني عشان ايه الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. بصوا بقى انا بحب وانا بغسل المواعين كده بحب اشطف الطبق بتاعتي، ما اخليش الطبق فيه حاجه. يبقى كده بقى غسله كده مين زي كده احسن حاجه. لما تاخدي بقى ايه الحاجه بتبقى في الاطباق تحطيها في الصابون، بتبقى ايه فاهمه
لا الحاجه طبعا ايه مش حلوه خالص يعني. تاخدي بقى من الوسط تحطي في الصابون وبعدين كده لا مش حلو. بتعملي ايه؟ بتنضفي الاول حاجتك الاول تمام، وبعد كده بتروحي ايه غسلت كل المواعين اهي، وبعدين كده اشطف كده الحاجه الاطباق بتاعتي وبتاع، وبعد كده اروح ابدا بقى اغسل كده. يلا ادخلي بخطي اول مره بتشوفيني بتعوديها واللايك الجميل عشان الفيديوهات بتاعتي بترفع، وفرحي قلب اختك كده باللايك الحلو، وتقولي دعوه حلوه من قلبكم. اهم حاجه دعوه حلوه من قلبكم، تعملوا شير كتير كتير. يعني ايه شير كتير؟ اعملوا ازاي الشير كتير ده؟ بصي يا حبيبتي كلمه مشاركه تحت الفيديو زي ما قلت لك قبل كده، كلمه مشاركه تحت الفيديو بتاعي مكتوب مشاركه كده، او اي فيديو عموما مكتوب كلمه مشاركه، اضغطي عليها وشيري بقى الفيديوهات زي ما انت ايه عايزه. ادينا خلاص كده شطبنا كده اهو. كده خلاص شطبنا الحوض بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هوريكم بقى الشكل بعد ما خلاص خلصت، ونبتدي بقى نشوف هنعمل ايه الجلاش بتاعنا. بس هو لسه ايه الجلاش لسه مفكش. هوريكم بقى الشكل ونسيبه شويه، وبعد كده نرجع بقى نعمل ايه الفطار مع بعض. عندي اكل من امبارح فروحت ايه هعمل بس هكمل عليه. فضيت اللحمه بتاعتي اهي، فضيت اللحمه بتاعتي ده الفراوله، ودي اللحمه اهي فضيتها في الحله عشان شويه وهسخنها عشان مجمده، والفراوله شويه وهطحنها بردك عشان ايه نحطها في الفريزر في التلاجة. وده الجلاش بس يفك شويه ونبدا بقى ايه ونبدا نعمله مع بعض. اوريكم بقى شكل ايه المطبخ بعد ما خلصته اهو. استنى اهي بصوا الرخامه كده بقت الحمد لله رايقه وجميله ازاي اهو. شايفين لازم نروق كده الدنيا قبل ما نبدا نشتغل عشان خاطر ايه نفسيتك كده تبقى هاديه ومرتاحه. دي الحله اللي احنا هنعمل حاطه فيها اللحمه المفرومه اهو، الجلاش والفراوله اللي احنا نضربها عصير. بس خلاص ادي مطبخي زي الفل والحب بتاعي زي الفل. الجلاش بتاعي بس يفك، وبعد كده نبدا نعمل مع بعض ايه هنبدا نعمل مع بعض بقى الفطار عشان خلاص الوقت خلاص. انا خدتكم اليوم من اوله كده مع بعض، وبدايه الفيديو كده والمطبخ كان شفتوا انتوا عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي ما شاء الله. روقناه وخلينا زي الفل كده. انا عموما ما بحبش ابيت المطبخ فيه معلقه، بحب ابيته كده زي ما انتوا شايفينه نضيفه الحوض فاضي ما فيهوش معلقه. بس ايه بتبقي خلصتي بقى ساعه الفطار، وبعد الفطار كمان بيبقى في مواعين بتخلصيها، بتيجي بقى ساعه السحور خلاص كسلتي ونفسك تنامي عشان طبعا في مدارس وكده. كل سنه وانتم طيبين. يعني استهبلنا اول اسبوع ما كناش بنودي، بس دلوقتي خلاص لازم نلتزم عشان في امتحانات زي ما انتم عارفين وكده. تمام هنعمل بقى ايه مع بعض الفطار. انا ممكن ايه اخليه في فيديو لوحده عشان خاطر الفيديو هنا ما يطولش، عشان الفيديو هنا عمل 8 دقايق بالظبط، عشان الفيديوهات بتضايقني لما باجي احملها. يبقى احنا كده تمام خلصنا مع بعض المطبخ اهو، روتين المطبخ خلصناه الحمد لله. وهعمل بقى ايه هبتدي اعمل فيديو تاني اللي احنا نحضر فيه الفطار اللي هو ايه الجلاش والكلام ده، هعمله لكم فيديو تاني مع بعض. وخليكم معايا لا تروحوا كده ولا كده، ويا ريت تكبروا بخاطري بالدعوه الحلوه واللايك الجميل، وتشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد.